السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات الجمجمة في الملعب. والنهاردة الحلقة كنا محضرين لها بس الزمالك بصراحة غير رأيه بصراحة يعني اللهم لا شماتة. الزمالك خد بالتلاتة. كابتن حمودة منورنا النهاردة. كابتن سعدون عنده شغل معلش كابتن حمودة أسامة نبيه ولا فريرة بص معلش لعيبة الزمالك البدني بتاعها وقع ليه يا كابتن حمودة من بعد ما كان هو رقم واحد في البدني في مصر. ده أول حاجة. بتوديك لفين؟ للمنشطات. فين كشف المنشطات في الدوري من ساعة ما الدوري خلقه ربنا؟ سمعت كم مرة إن في كشف عن المنشطات؟ ما سمعناش خالص. مفيش. ولا عمرك سمعت ان اللعيبه تقف عشان منشطات ولا اي حاجه. الكلام ده من ايام ابراهيم سعيد ما سمعناهوش بصراحه. من ايام كابتن ابراهيم سعيد الله يمسيه بالخير هو اللي كان بيعمل كل حاجه. كانش بيسيب حاجه لحد. ايه رايك في الزمالك واللي بيحصل؟ الزمالك بص، هو فريرا جاي كومبارس دي يعني ده واضح. اسامه نبيه على الخط، فريرا قاعد ما بيتحركش، اللي هو اصلا كل ماتش واقف وبيزعق وبيعمل عادي ولا حول ولا قوه. والزمالك هو قاعد عمال يدفي في الجيم في الزرار اللي في الزمالك وحش قوي. يعني عنده خط دفاع تعبان بص هو ما عندوش لعيبه. كاس العالم للادويه راح من الزمالك. فاركو رفع يد الدواء. في ناس زملكاويه بتتفرج علينا يا مع احترامي ليهم، بس الكلام والله مش عارف امنع نفسي قسما بالله. انتوا في حاجات غريبه بتحصل. من بعد موضوع المنشطات ارجع لي بقى لحوار الباك الشمال عبد الله جمعه وفتوح. ايه اللي حصل؟ الدنيا وقعت. الفريق كله وقع بدني مره واحده. سبحان الله. دي باستثناء كام لاعب يعني ما بتودكش الحاجه يا جدع. ده زيزو وسيف الدين الجزيري اللي هم كانوا واخدين الدوري رايح جاي. اللعيبه بتجري مش قادره تجري. يعني انت قصدك اللي هم برضه مش انا بصراحه ده انا مش بتهم حد، بس انا بقول لك على حاجه. الموضوع ما اتكشفش عنه ولا لجنه المنشطات كشفت عنه ولا اي حد طلع يتكلم في الموضوع، والاعلام مطرمخ خايف من قله ادب الراجل ده. اسمه ايه؟ عشان ما حدش يتقل ادب عليه. لا هو الزمالك بيقع بقى خلاص. يعني خلصت الكلام. الزمالك يعني عليه العوض ومنه العوض. كابتن حمودة في حاجه تاني، خبر تاني معلش نفسي اتكلم فيه. الحضري انت جامد قوي. اقسم بالله جامد والله. انت برنس. كل فتره والتانيه بيحب يغير. عمل مشكله مع المدرب بتاع المنتخب الاولمبي. بركات اتدخل، حازم المتدخل، رجعوه تاني. هوب قال لهم ايه بقى؟ معلش السلام عليكم. يعني انا مش عايز اغلط، بس هو من ايام جوزيه بتاع فلوس. العقليه بتاعت عصام الحضري عقليه وحشه جدا. عقليه غريبه. انت معاك فلوس يا ابني. انت ما اعرفش. ده احنا اللي غلابه. بعدين راح فين؟ راح سوريا. النهارده عايزين نعزي كل اخواتنا في سوريا ولبنان وتركيا، والبقاء لله وخير ان شاء الله. بس دخل عندكم البلد دخل النهارده البلد ما كملتش تاني يوم بالليل. يومها بالليل الدنيا باظت. كيروش كيروش مسك تدريب المنتخب القطري. دي انا بصراحه شايفها خطوه حلوه. هو كان مدرب حلو بصراحه، بس يعني حلوه. يعني انت شوف كيروش الحسنه الوحيده من ساعه يعني راح وجه طلع لنا مين؟ محمد عبد المنعم. اقسم بالله انا مش عارف الراجل ده شافه ازاي. محدش كان واخد باله بصراحه. محدش كان عارف مين محمد عبد المنعم اصلا. والاهلي بصراحه لا، والاهلي اللي عمله صح. 99% من الاهلاويه ما عرفوش مين محمد عبد المنعم. محدش كان يعرف. والاداره لما شافته كده مع المنتخب قطعت اعارته ورجعته، ودي حاجه تحسب ليها بصراحه. ده فلته، ويعتبر دلوقتي هو احسن مدافع في مصر والله، هو في افريقيا كمان. ده حقيقي. نيجي بقى لايه؟ اخر حاجه بس. عمرو جمال التاريخ بيكتب التاريخ. 3 فرق مختلفه بيسجل في نادي الزمالك. 2016 مع النادي الاهلي، 2021 مع طلائع الجيش، 2023 مع فاركو. الراجل بصراحه الراجل متخصص الزمالك. ونروح لموضوعنا الرئيسي في الحلقه دي، وهو ايه يا كابتن حموده؟ الاهلي في كاس العالم. الاهلي في كاس العالم والملكي. الريال القايمه نزلت. مفيهاش بنزيما. انا الحلقه اللي فاتت دعيت دعوه قلت ان شاء الله مفيش بنزيما، مفيش ميليتاو، مفيش كورتوا، مفيش هازارد. ان شاء الله فينيسيوس يتصاب شد كده على الضيق في الضمه، يقعده في البيت يومين ويرجع على الدوري. بص يا كابتن احمد، انا في الموضوع ده بصراحه احنا الحلقه اللي فاتت قلنا يا رب الاهلي يكسب 1-0، بس احنا بنتمنى. بس انت لو جيت للكلام الواقعي بقى،
لا انت يعني انت نسبه فوزك 1% من الماتش ده. بص، هو انت لو الفريق الاساسي كله اتصاب انت لسه برضه ستيل بتلعب ريال مدريد. يا عم انت لو هم وحشين، ده الراجل ده بص، لو انت جامد قوي في افريقيا وقارات، الراجل ده كاسح اوروبا، كاسح يعني ملوك اوروبا بمعنى الكلمه. وغير كده انت شوف، تعال بص للقيمه السوقيه هنا والقيمه، انت بتتكلم في الريال كام؟ 849 والاهلي 29، يعني هم 30 ضعف الاهلي ولا 29 ضعف الاهلي. فالموضوع صعب، اقسم بالله بس الموضوع بص صعب. للجانب الايجابي، انت عندك 16 لعيب دولي وهم عندهم 14. يعني احنا هنكدب على نفسنا هنكدب على نفسنا يا جدع. بس الماتش ده لعيبه بس انت الأهلي. عندك اجهادات برضه، كهربا مصاب عنده اجهاد، مش عارفين هيشارك ولا لا لسه. ما لسه هيتحدد بكره. هيتحددوا الاشعه بتاعته. وكابتن حمود الماتش للمتعه، لعيبه الاهلي تنزل، انت العب استمتع، العب طلع كل اللي عندك، العب يا عم، احنا ما بنطلبكش بالفوز، العب بس انت قدام يعني بطل اوروبا، فما مستحيل. وقدام الريال، والله الريال حتى لو وحش يا جماعه التيشيرت بتاعه تقيل قوي يا جماعه التيشيرت ده فيه 13 ولا 14 بطوله. بص والله العظيم يا كابتن حمود اللي بيضايقني ناس فئه كده تحس ان هي مولوده من مدريد، تقول لك لا مدريد انا هشجع مدريد. ايه يا ابو شيخ؟ مدريد ايه؟ انت عبيط؟ مدريد اللي تشجعه ده؟ دول مستحدثين بقى والله. لا ما تشجعش الاهلي، شجع الريال، ما تشجعش الاهلي. تعبانين. حد يسيب ده اهو. ده في ناس تانية محرومة منه، مش عارفة تجيله ده. يبقى عندهم النعمة والفساخ بتاع حمودة. مش هينفع والله العظيم عيال صغيرة كده طالعة قرفانة. الواد بيلقى على القهوة معاه ريال مدريد والتيشيرت. ريال مدريد ايه يا إيه عم؟ يا عم انا بشجع ريال مدريد بس مش كده. لا طالما جه الاهلي خلاص، ولا ريال ولا ام ريال، ده حاجة معلش يعني ده الاهلي. الموضوع ان شاء الله خير، يعني احنا نشوف. بقول لك على حاجة بقى من هنا يا كابتن حمود، اديك واحدة رضا معاك. الاهلي هيكسب 1-0 ان شاء الله، 1-0. اللي انا قلت الحلقه اللي فاتت. وافتكروا كلامي، كابتن حمود باكد على كلامي. انا بتمنى 1-0 ان شاء الله 1-0. ومهما يكون بنلعب في كاس العالم للانديه، والناس بتلعب في كاس العالم للادويه وخسروا. صعبه. بس احنا ان شاء الله كاس بتاعنا ان شاء الله. السلام عليكم وحلقه سعيده، ونشوفكم الفتره الجايه بعد الماتش ان شاء الله مباشره. احنا موجودين، وما تنساش دعما لاخواتكم، لايك وسبسكرايب وشير. السلام عليكم.